ايه رايك في موضوع غلق المحلات ده من الساعه 9 بالليل يا عم يوسف؟ انا شايف ان هو قرار الصراحه يعني كويس جدا. ليه بقى؟ ليه؟ خلينا نبقى زي العالم. يعني انا شايف انا هنا في امريكا قسما بالله، كل ما باجي امريكا انا اخري بنام على الساعه 10 بالليل، يعني يوم ما اسهر 11 بالليل. انما لما بنزل اجازات مصر بنام الصبح. حاجه غريبه يعني الصراحه، بسبب ان المحلات كلها فاتحه والقهاوي وكده. فانت كده هتخلي الواحد يقدر يعني تفتح بدري، بدل ما تفتح الساعة واحدة الظهر تفتح بدري. هتبقى شغال زي ما انت، وفي نفس الوقت هتقلل الطلاق. هتقلل الطلاق. هيبقى الراجل بدل ما بيقعد على القهوة لحد الساعة 5 الفجر، لا، يروح يقعد في بيته مع اولاده مع مراته، يتفرجوا على فيلم، يتكلموا مع بعض. انما تيجي سايب مراتك في البيت لحد الساعة 5 الفجر و6 الصبح، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. خليك حنين، خليك حنين. ايه دي يا عم يوسف؟ انا شايف ان هو الصراحة يعني قرار كويس جدا. انا عندي هنا مثلا في المكان اللي انا فيه، في التاون اللي انا فيه، قسما بالله في محل بيقفل الساعه 6 المغرب، 6 المغرب اخره والله. وفي اتنين جاز ستيشن، في جاز ستيشن بيقفل الساعه 9، وفي جاز ستيشن تاني بيقفل الساعه 10 بالليل، ودولار جنرال بيقفل الساعه 10. والمارت اللي هو اكبر متجر فيك يا امريكا كلها وفي العالم كله بيقفل الساعه 11، وفي اماكن بيقفل الساعه 10 بالليل. والمارت. فيعني ايه يا جماعه؟ فعادي جدا يعني. فانا شايف ان هو قرار جميل جدا يعني، ومحدش يزعل. وان شاء الله ربنا هيكرم الجميع على فكره يعني، وربنا بيرزق الجميع. بدل ما بتفتح الساعه 1 الظهر افتح الصبح 6 الصبح بس كده، خلصت. يلا سلام عليكم، بحبكم جدا جدا جدا. انت يا عم ميزو.